النهارده هنعمل مع بعض فكرة عبقرية خطيرة جدًا، جدًا وما تتخيليهاش وما تتوقعيهاش، من مناديل الورق الرويال ده هنعمل أجمل فكرة وأحسن فكرة وهترتب لِك المطبخ من ورق المناديل، مش هتصدقي إن الورق اللي يطلع كله ده من ورق المناديل الرويال بتاعة اللي إحنا بنرميها في الزبالة، بعد الفيديو ده استحالة إن أنتِ ترميها في الزبالة تاني، هنعمل منها أفكار كتيرة جدًا، جدًا، وهتنظم لِك المطبخ كمان، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني تشتركي في القناة كلمة اشتراك تضغطي عليها تنوري قناتي، ويا ريت بقى اللايك ما تنسينيش في اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، فأنا أتمنى إن أنتِ ما تنسينيش تضغطي كده على لايك وتعليق حلو منِّك وتقولي لي بتتابعيني من أنهي بلد عشان أرحّب بيكِ. أول فكرة نعملها إن أنا ممكن ألزقها بالدبل فيس كده بكرة هي ب15 جنيه، باستخدمها في كل حاجة وبتقعد معايا وقت طويل. ورقة الرويال دي بقى أقوم ماسكاها بقى حاطاها كده لازقاها كده على الرخامة زي ما أنتِ شايفة كده، تحطي مقص، تحطي مساكة، تحطي معالق، بُصّي تستخدميها في كل حاجة. هنعمل برضه فكرة خطيرة دلوقتي، هاخد جزء بسيط بس من ورق الرويال ده، وورقة تانية خارجية وأقوم دي بقى هنستخدمها برضه استخدام حلو جدًا، دي اللي أنا هافتحها دي هاركنها دلوقتي وهاستخدمها استخدام حلو أوي، خلّينا بس في اللي إحنا فيه دلوقتي، في الحاجة اللي أنت هتشوفها دلوقتي، دي أنا جِبت ورقة وعملتها دايرة من تحت كده قفلت الدايرة بتاعتنا يعني عملتها محكمة كده، وهاجيب sticker بقى واحط فيها بلزق كده وتقفليها كويس جدًا عشان الولاعات ما تقعش، عايزة أقول لِك دي حافظة ولاعات بقى، تحافظ لِك على الولاعات بدل ما تلفي على الولاعات وتقولي ولاعات وتدوري على الولاعة لأ، دي أجمل حاجة للولاعات، أنا هاعملها كده واقوم لازقاها على الرخامة زي ما أنتِ شايفة كده، عايزة أقول لِك في أفكار رهيبة وموفرة جدًا من غير أي تكلفة، تلزقيها بقى عندِك على الرخامة زي ما أنتِ شايفة كده بدون أي تكلفة، وكمان هتتمسك معاكِ، لزق ده بالفيس مش غالي الباكرة ب15 جنيه بتقعد معايا فترة طويلة جدًا. تلمي الولاعات بتاعتِك بقى كده بدل ما تحتاسي كده وتدوري على الولاعات لأ، دي هتبقى قدام عينِك على طول، والبكرة التانية اللي أنتم شايفينها دي هتحطي بقى فيها مساكة، معلقة سيليكون، مقص. عايزة أقول لِك فكرة جميلة جدًا، طبعًا مش هتقعدي تلفي على ولاعة لأ، الولاعات هتبقى قدامِك، ده المتر الsticker اللي أنا باقول عليه بيبقى متر و5 أمتار والمتر رخيص جدًا مش غالي، ما باستغناش عنه، باحطه في أي حاجة، بافرش بيه المطبخ، بافرش بيه الشبابيك، يعني باجيبه لكل حاجة في البيت. شايفين الفكرة دي جميلة جدًا، على فكرة أنا هاخد بقى الشكل اللي أنتم شايفينه ده أو الورق الرويال ده أو المناديل ورق المناديل، هاخدها أو هاستخدمها لكم بقى يعني مش حابة أنتِ تحطيها في المكان ده، هاقول لِك على مكان جميل جدًا، جدًا إن أنتِ تحطيها فيه، بدل ما أنتيش عايزاها في وش المطبخ أو في وش الرخامة كده أو ممكن تحطيها في مكان حلو أوي، تفتحي ضرفة المطبخ وتقومي لازقاها في ضرفة المطبخ، شايفين؟ عندِك بقى منظم، يعني عايزة أقول لِك إن ده منظم خطير، منظم من ما فيش وهترتبي مطبخِك وتنظمي مطبخِك، مقصِّك بقى، مسّكة، أي حاجة عندِك ممكن تحطيها، كمان بتاعة الولاعات برضه حطيتها جنبها لزقتها جنبها، ما أنتش حابة الورق ده ممكن تجيبي sticker وتعمليه بالsticker زي ما إحنا قلنا، عايزة أقول لِك شديد جدًا، متماسك جدًا، 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 وباقفل الضرفة وافتحها وما فيش أي حاجة، وبجد لمّا ألاقي حاجة المطبخ يعني ممكن تحطي فيها المسّاكة. عايزة أقول لِك إن الفكرة دي عجبتني جدًا، يعني أنا كنت بُصّوا يعني باجرّبها معاكم وباشوف كده هتنفع والّا لأ، وفعلًا نفعت، وكنت فرحانة جدًا بالفكرة إن أنا لزقتها كمان في الباب، يعني جِبت الفكرة واحدة، واحدة، حطيتها الأول على الرخامة وبعد كده فتحت ضرفة المطبخ، قُلت ممكن تكون كده أحلى وكده من إن هي في ضرفة المطبخ بتتفتح وتتقفل معايا، يعني كده أحسن كمان. حابة بقى إن أنتِ نغطّيها زي ما قُلنا بالاستيكرات وتبقى الورق ده مش باين، ممكن تبقى كويسة برضه. شايفين المنظر؟ فكرة رهيبة جدًا، جدًا، يا ريت تكتبوا لي تعليق حلو كده على الأفكار الحلوة دي. ما تبخلوش عليَّ باللايك، وتعالوا نشوف بقى الفكرة اللي بعد كده، معايا فكرة جميلة أوي وهتعجبكم وإن شاء الله تخرجوا مستفيدين من الفيديو، بجد فيديو مفيد جدًا ومحتوى كويس، فأنا أتمنى إن أنتم ما تبخلوش عليَّ باللايك. اللي بعد كده بقى أنا معايا دي مطبقية مصدية وبقى لها سنين السنين، شايفين منظرها وشكلها؟ عايزة أقول لكم إن هي حرفيًا بقى لها 20 سنة عندي، من ساعة ما اتجوزت ومصدية بقى وعايزة أنضفها، هانضفها إزاي؟ هانضفها بكل سهولة وب5 جنيه بس هارجّع لِك المطبقية بتلمع وبتنضف من تاني، هتقولي لي إزاي؟ هاقول لِك على حاجة بسيطة جدًا، هترجّعي مطبقيتِك جديدة من تاني، عايزة أوريكِ بس الصاجة قبل ما أستخدم أو قبل ما أشتغل فيها، عايزة أقول لِك الصاجة بقى له سنين وماسك فيها، هاجيب حاجة بسيطة جدًا وب5 جنيه وهتنضف لي وتلمّع لي السيليستين وهيرجعه لي من أول وجديد، وهادهنه ببخاخة كده بسيطة جدًا، عندي البخاخة بقى عندِك بخاخة، عندِك شوية بوهية كده فايضين من أي حد كان بيدهن زيت، أنا كنت بادهن شقتي ففايض كده يعني شوية زيت فقُمت عاملة بيهم، عايزة أقول لِك بقى إن هي رجعت تنضف معايا بالصنفرة، عارفين الصنفرة اللي بتتباع عند بتاع الموبيليات؟ تجيبي قطعة من الصنفرة ب5 جنيه، قطعة كبيرة جدًا يعني دي جزء من القطعة اللي أنا جايبة بيها ب5 جنيه صنفرة، وخدت المطبقية عايزة أقول لِك إن أنا عملت 3 مطبقيات مش مطبقية واحدة، بتاعتي وبتاعة حماتي وبتاعة سلفتي كمان،
بجد يعني حاجة بسيطة وحتة صنفرة صغيرة هترجّع المطبقية جديدة من تاني. عندِك بقى ما عندكيش بوهية ممكن تجيبي بخاخة ب15 جنيه هترجّع لِك المطبقية جديدة. أنا ابتديت بقى آخُدها كده في البلكونة وابتدي أعملها بالصنفرة اللي في إيدي دي، لإنها بتطيّر حاجات كده، بتطيّر كل الصدى ومش هاعرف أتحكّم كويس في المطبخ، فأنا ابتديت آخُدها في البلكونة وابتدي أنضّفها بقى مع نفسي كده لحد ما نضّفتها خالص وشِلت كل طبقة الصدى عشان البوية تمسك فيها أو الدهان ياخد فيها بسرعة. عايزة أقول لكم بقى إن مسافة كنت بامشّي الصنفرة كده بإيديّا، عايزة أقول لِك الصنفرة دي تنفع كواش البوتاجاز، الصنفرة دي تنفع في حاجات كتيرة. ممكن لو عندِك صاجة كده في التلاجة من تحت ممكن تصنفريها وتدهنيها بدهان عادي، بتنضّف معايا أي حاجة. لو عندِك أي حاجة مصدية ممكن تعمليها بالصنفرة. خلاص كده ابتديت بقى آخُدها في البلكونة وبعد كده هارجع لكم تاني أول ما آجي أدهنها على طول عشان ما أطوّلش عليكم في الفيديو. انا خلاص كده خدتها وابتديت بقى ايه، خلاص شطبت كده وايدي بقى جابت اخرها، ابتديت بقى اجيب شويه بوهيه زي ما انت شايفه كده. وهدهن معايا فرشه، الفرشه دي كنت جايباها بحوالي بتهيألي 7 جنيه او حاجه زي كده، وابتديت اغسلها بعد ما خلصت استخدامها، غسلتها وعنتها تاني في الورقه بتاعتها. ابتديت بقى لو انت ما عندكيش فرشه وما عندكيش دهان ممكن تجيبي البخاخه من عند بتاع الموبيليا، بتاع الدهان مش الموبيليا، بتاع الدهان، وتقولي له عايزه بخاخه كده ادهن بيها المطبقيه، هيديكي بخاخه ب15 جنيه، ممكن ترشيها على المطبقيه ترجعها لك لون فضي ولون ابيض وعنده كل الالوان اللي انت حباها. بجد فكره جميله جدا ورجعت معايا المطبقيه جديده جدا. انا ما كنتش اصور الفيديو ده بس صدقوني انا حسيت ان انا هفيدكم بيه وهتستفادوا فقمت صورته. يعني ما كنتش حاسه ان انا عايزه اصوره وقلت مش موضوع عشان اصوره، لا بس انا حسيت ان انتوا لو عندكم مطبقيه قديمه زي كده ترجعوها جديده من تاني بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، بصنفره او بدهان او بخاخه ب15 جنيه من عندي بتاع البوهيجي، وترجعيها جديده من تاني. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.